السلام عليكم. هاحكي لكم حكاية هتغيّر مجرى حياتكم تقريبًا، وهتفرق معاكم أوي بإذن الله. الحكاية دي أو اللي هاقوله لكم ده غيّرني أنا شخصيًا قبل ما يغيّر أي حد فيكم. اوعوا تفكّروا إن الاستشاري النفسي والّا الطبيب النفسي والّا الأخصائي النفسي ده تمام والدنيا عنده تمام وعشان دارس ومذاكر فبيعرف يخرّج نفسه من أي مشكلة، لأ، بازعل وباضحك وبافرح وباعيّط وأحيانًا بابقى مش عارفة أنصح نفسي، لإن دايمًا باقول إن اللي في المشكلة نفسها مش بيبقى عارف يحلّها، وطبعًا باستنى نصايح زمايلي اللي ممكن ما يكونوش دارسين ولا قاريين ولا فاهمين حاجة في psychology ولكن بابقى عايزة حد وقتها ينصحني. مين فينا يا جماعة مش عنده ابتلاء، وليكن ابتلاء في ابن فقده أو زوجة فقدها أو حبيبة عمره أو طلاق أو ابتلاء في ابن مدمن أو ابتلاء في مرض والعياذ بالله ربنا يعافينا يا رب وي ويبعد عننا الابتلاءات يا رب العالمين. إنما كلنا بتمُر علينا لحظات الحزن مساوية للحظات الفرح، كلنا، بس ابتلاءاتنا مختلفة، اللي مات لها ابن غير اللي مات لها زوج، غير اللي مات لها مش عارفة إيه، غير اللي مصابة بمرض، غير اللي عندها المهم إن كلنا مبتلين. أكتر ابتلاء بيوجع بقى ابتلاء القلب، اللي يصدمِك ويوجعِك في قلبِك، وبتبقي ساعتها محتارة وعايزة تاخدي حقِّك، اللي يوجعِك، اللي قال عليكِ كلمة، وكلنا عايزين ناخدوا حقنا وأنا هاعمل وهاخلّي وأنا مش عارف إيه، حتى لو الحق ده في أبسط حاجة إنِّك تصلّي وتدعي على اللي واجعِك. إنما أنا اتعلمت بقى حاجة تانية خالص، حطّتني في حتّة تانية، هاقولها لكم وبعديها مش هتحتاجوا لا تروحوا لاستشاري نفسي لو عندِك حاجة مشكلة ولا تعملي أي حاجة. وده طبعًا مش معناه إن لأ إحنا أحيانًا بنح م م بنحتاج استشاري ودايمًا كنت باقول إن الاستشاري النفسي أو الطبيب النفسي مهم في كل حياتنا، و وربنا يا رب يجعلني أساعد أي حد أو أبقى سبب في إن أنا أطمّن أي حد أو أساعده نفسيًا، فربنا يستعملني ولا يستبدلني يا رب العالمين. لكن تعالوا أقول لكم على حاجة حصلت لي أنا شخصيًا. كان معايا كنت في مؤتمر آخر مؤتمر لعلاج السرطان. فبعديها جات لي واحدة كلمتني مريضة سرطان وكانت دخلت في اكتئاب وقالت لي: "خلاص أنتِ كلامِك ده جميل وكل حاجة، بس أنتِ بعيدة عن الواقع. أنتِ ما حسيتيش بألم السرطان ولا حسيتِ بالكيماوي ولا حسيتِ بأي حاجة." فضلت سامعاها لأن دوري إني أسمعها. خليتها تقول كل حاجة ووجعها وعلى إني فعلًا مش حاسة بيها وكل حاجة. وحكِت عن كل حاجة وعن إنها عارفة إنها هتموت لأنها فعلًا بالفعل كده دخلت في مرحلة اكتئاب. بإنها عارفة إنها هتموت وإن خلاص الدنيا كذا وأنا بارتّب كذا، بس أنا خايفة على عيالي سِبتها تقول أي حاجة. وكان وقتها دوري كاستشاري صحة نفسية إن أنا أدّيها أي anti depressant يساعدها شوية في إن هو يخفِّف حِمل الاكتئاب عليها. ولكن افتكرت حاجة قُلت أجرّبها معاها الأول. بعد ما خلّصت الكلام طلع حلو أوي كل اللي قُلتيه، مقتنعة بيه. إنما هاسألِك على حاجة، إيه يقينِك في رب العالمين؟ ابتلاكِ المرض ده من عنده، وعنده كمان الشفا والوحيد اللي يقدر يشفيكِ من غير أي علاج. إيه رأيِك في يقينِك بيه؟ سكتت وقالت لي: "خير." قُلت لها: "لأ، لسانِك بيقول خير، قلبِك بيقول إيه؟" قبل ما قلبِك بيقول إيه، هاحكي لِك عن قصة تانية، عن قصة بعديها هنشوفوا يقينِك بالله عامل إزاي. وقبل ما أحكي القصة هاقول لكم عن واحد تاني كان طبعًا اللي ربنا يعافينا يا رب، اللي عنده أي حد في بيته مدمن، هتلاقوه دايمًا ups and down يعني يبطّل ويتعافى وبعد 4، 5 شهور يرجع تاني ويتعافى وبعد سنتين يرجع تاني، فالدنيا ما بتبقاش تمام. فالمهم جالي بعد ما راح لناس كتير آمم راح في مصحات كتير وقال لي: "أنا عارف إني هارجع وأنا مش عارف بس أنا باحاول باجاهد." بعد ما كلمته عن جهاد نفسه وعن ثوابه في الجهاد العظيم اللي بيجاهده وعن حاجات كتير، قُلت له: "بس وأنت بتقول كده، ما عندكش يقين إن المرّة دي أنت هتبطّل ومش هترجع تاني؟" "يا دكتورة ما أنا عارف إن أنا كل مرّة بابطّل وبارجع." طَب اسمعوا القصص دي، يمكن بعديها أنتم وأنا نتغيّر في حياتنا. آمم، واحدة عقيم ما بتخلّفش، فراحت لسيدنا موسى كليم الله يعني كان بيكلّم ربنا سبحانه وتعالى، فقالت له: "يا موسى ادعِ لي ربّك إن أنا أجيب الولد، أخلّف الولد." فراح موسى يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويقول له: "يا رب فلانة الفلانية بتدعوك إن أنت تجيب ولد." قال له: "يا موسى كتبتها عقيم."
فراح لها قال لها: يا ستي مش هينفع، خلاص ربنا سبحانه وتعالى كتبك عقيم. بالمناسبة عقيم في اللغة العربية يعني لا تلد، اتكتبت كده، قدرها كده في اللوح المحفوظ. فما ملتش، راحت بعد فترة ورجعت له: يا موسى، وهي حزينة وعينيها موجوعة من القهر والحزن: يا موسى ادعي لي ربك أن أنجب الولد. فراح: يا رب، يا رب بتقول كذا كذا. قال له: كتبتها عقيم، خلاص يعني اتكتب، هي عندي عقيم خلاص. وبعد فترة تيجي الست ومعاها ولد طفل صغير على ايديها، فيستغرب موسى ويسألها: ايه ده يا ست، مين ده؟ قالت له: ابني. قال لها: كيف انجبتي وانت عقيم؟ ازاي خلفتيه وانت ست عقيم ما بتخلفيش؟ قالت له: دعوته بيا رحيم، كنت دايما عندي يقين انه رحيم. انت قلت لي ان انا مكتوبه عندك روح محفوظ ان انا عقيم، ولكن يا رب انا محتاجه ده. انت رحيم، اسالك برحمتك يا رب انك ترحمني من ذلي وقهري في ان انا نفسي في حاجه. فراح لربنا قال له: يا رب ازاي؟ انت قلت لي انها عقيمه وانا رحت رديت عليها انها عقيم. فقال له: يا موسى، كلما كتبتها عقيم دعتني بيا رحيم، كلما كتبتها عقيم دعتني بيا رحيم، فسبقت رحمتي قدري. فوانت زعلان خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى: يا رحيم، انا نفسي، انا الوجع بتاع المرض وجعني، يا رحيم انا فقدي لاخويا او عيالي هدني، فرحيم ارحمني. يا رحيم انا بجاهد وبتعب من الادمان ومن تبطيله، يا رحيم، يا رحيم افضلوا ادعوا يا رحيم. ما تجهدش نفسك في اللي ضايقك واللي ظلمك انك ترد عليه، ولا انك تضايقه وتاخد حقك منه، لان ده اجهاد، والله العظيم اجهاد. تضايقش نفسك ان اللي اتكلم عليك ولا تخابس، وانت تبقي مثلا بتحبي صاحبتك دي جدا فبتحكي لها كل حاجه فهي خبيثه معاكي فانت متضايقه وموجوعه. ربنا حاسس بيكي، عارف اللي وجعك واللي ظلمك، عارف اللي بالورقه والقلم ما بيغلطش بس فلقك نصين من الغضب والوجع. ما تجهدش نفسك انك تاخد حقك وتزعل، حتى الزعل لو سمحتوا ما تمروش بيه. يمكن الكلام سهل زي ما انتوا بتقولوا بس التنفيذ صعب، بس والله التنفيذ من النهارده مش هيبقى صعب بعد القصه اللي قلتها لكم، انك دايما يا رحيم انا عندي يقين انك هتجيب لي حقي، يا رحيم انا عندي يقين انك هتساعدني في المرض ده، يا رحيم انا عندي يقين انك هترزقني، يا رحيم انا عندي يقين ان انا مش هعمل حاجه واللي يغلط يغلط واللي يقول يقول واللي يعمل يعمل، انما انا عندي يقين ان قاعده احط رجل على رجل وكل حاجه حقي هيجي وانا حاطه رجل على رجل. يوم القيامه هتحصل حاجات كتير قوي، منهم حاجه كده قصه سمعتها، بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى هيأمر بان في 4 يخرجوا من النار، والمهم اتعملت كذا عملت كذا فواحد هيمشي يا خلاص رجعهم النار تاني، وهي هيلاقيه بيتضاير كده، وربنا تعالى انت بتبص في حاجه في حاجه انت عملتها انا ظلمتك فيها، في حاجه غلط في الحساب؟ لا يا رب، امال ايه؟ قال له: يا رب ظلمتك ان انت مش هترجعني النار تاني بعد ما خرجتني منها. فامر ربنا سبحانه وتعالى انه يؤمر ربنا سبحانه وتعالى انه يخرج ويدخله الجنه. ليه؟ يقينه بالله سبحانه وتعالى. فاحسنوا دايما الظن بالله سبحانه وتعالى، وخلي يقينكم خير، ان والله الابتلاء مهما كان صعب، مهما كان صعب ان في خير. اللي سابك وظلمك ووجعك وقهرك وكان بيعمل مصايب فيكي، خير ان ربنا يبعده عنك، خير عايز يربيكي في انك تعدي المحنه دي، وحاطط لك حاجات تانية حلوه ما كنتش هتشوفيها الا لو الشخص المؤذي ده بعد عنك. خليكي عندك يقين وانت حاطه رجل على رجل ان حقك جايلك. اللي اتكلموا عليكي واذوكي نفسيا وبيضايقوكي بيتكلموا عليكي من وراكي وانت جميله وبتحبيهم، خليكي عندك يقين ان ربنا هيأذيهم نفسيا وهيدوقهم. اللي مات لها ابن ولا زوج ولا اخ، خليكي عندك يقين ان حتى المده كان لمصلحتهم، ان هم يمكن في الجنه، ويمكن لو قعدوا وعاشوا شويه كمان يمكن كان هيبقى مصيرهم النار، او هيعملوا ذنب معين ربنا عايز يحميهم منه فخدهم. اللي عندها ابتلاء من مرض معين يمكن في ذنوب كانت تتعذب بيها فربنا عايز يخلص حسنات، يخلص السيئات بتاعتها. فدايما يقينك بالله سبحانه وتعالى خليك خير. لو يقينك بالله انك يا رب ما بتعملش عشاني الا الخير، مش هتحتاج حد، مش هتحتاج تروح لدكتور نفساني ولا استشاري صحة نفسية، لا أنا ولا غيري. برغم
إن أنا بافرح أوي لمّا حد يحتاجني، فربنا يا رب يستعملني ولا يستبدلني، ولكن خلّي يقينك بالله سبحانه وتعالى دايمًا خير، ده هيغيّر حياتك.